القاهرة تقدم على اسم مصر. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء. إعداد سهى عزمي. بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وهي ملكة الأرض شرق وغرب. بحبها. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على اسم مصر. الأستاذة الدكتورة عزة عزت، أستاذة الإعلام بجامعة المنوفية وصاحبة الكتاب الأكثر تميزا، الأمثال الشعبية والشخصية المصرية، الحائز على جائزة أفضل كتاب في معرض الكتاب. كتب أخرى للدكتورة عزة عزت المهتمة بالشخصية المصرية، منها التحولات الجذرية في الشخصية المصرية، وقد يكون سبقها آخرون إلى دراسة التغييرات التي طرأت على الشخصية المصرية، مثل جلال أمين في كتابه ماذا حدث للمصريين. ولكن يظل للدكتورة عزة عزت تميزها في أنها صاحبة الدراسة الأولى في التغييرات التي طرأت على لغة الشارع لدى المصري، التي وجدت فيها الكثير من الجمال والكثير من التغيير عما طرأ على المصري من تغيير في سماته الأصيلة. أعزائي المستمعين، الدكتورة عزة عزت صاحبة كتاب الرئيس الذي نستحق ورئيس الذي نريد، والكتاب الذي تعده الآن عن ظاهرة الرئيس السيسي، باعتباره كما تعتقد الدكتورة عزة عزت ظاهرة نستحق التوقف عندها. دار بينها وبين ميكروفون برنامج على اسم مصر والدكتورة عزة عزت هذا الحوار الذي تطرقنا فيه للكثير من الأمور التي تخص مجتمعنا المصري. هل السلطات المصرية وتوجهاتها المختلفة كان لها تأثير على الشخصية المصرية بالسلب أو الإيجاب؟ بالسلب وبالإيجاب. لو بدينا بالإيجاب، مثلا هناخد حقبة الستينات، كان فيها الدولة عارفة إيه هو الإنسان اللي هي عايزاه، وإيه القيم اللي عايزة تكرسها لديه، وعايزة تسكي لديه يعني قيمة العمل وقيمة العلم، وتضعهم في أعلى السلم القيمي، وتشعر المواطنين بأنه بالعلم وبالعمل ممكن أنت على المستوى الشخصي ترتقي وتدخل في طبقة أخرى، وممكن العلم والعمل والدأب في العمل يرفعك من طبقة دنيا إلى طبقة أعلى، ممكن ترتقي لأعلى المناصب. فكان سيمفونية كده بتتعزف في كل مكان في مصر، كل يعني بنسميها مؤسسات تربوية، أسرة، مدرسة، جامعة، وسائل إعلام، إذاعة، حتى كان قبل نشأة التلفزيون كان كله بيعزف تنويعات على لحن واحد. عايز الهدف واضح، عايزين إنسان عامل دؤوب متعلم واعي، حتى يمحو أمية، أخلاقيات، قيم في الشارع المصري. فكنت بتمشي تلاقي الأم بتربي ابنها على كده، والمدرسة بتسكي في حب العمل والعلم، وبنفس الطريقة حتى في الشوارع. والتنويهات الإذاعية والتلفزيونية كانت برضو بتسكي هذا الاتجاه. حتى في الشوارع كنت تلاقي لافتات مكتوب عليها العمل شرف، العمل حق، العمل حياة. وتكرار رؤية العين لهذا المشهد بالتكرار بيثبت. حتى مثلا بلاش العلم كعلم افترضي، العشوائية اللي حاصلة في الشارع المصري في مجال المرور والسياقة والكلام ده، كان في الشوارع لافتات، اعتقد كانت وزارة الداخلية اللي بتحطها، القيادة فن وذوق واخلاق.
لما يبقى السواق ماشي وشايف ان الدولة بتقدره الى هذا القدر، وبتفهم الاخرين كمان انه عملية القيادة في الشارع او السواقة دي فن، ازاي ما تأذيش اللي حواليك، ذوق انك تترك طريق لغيرك، اخلاق في التعامل مع الاخرين. كنا كلنا ماشيين في ظل هذه المنظومة الايجابية، العدالة، احساس بالعدل، كل دي كمان ما كانتش مجرد اقوال، احنا كنا بنشوف الدولة بتعمل فعلا لصالح الفقراء، طبقات الدنيا، تكافل اجتماعي. كنا مش بالشكل لا، انا اصلي ضد فكرة التكافل الاجتماعي، معلش اسمحي لي، مش بالمعنى الخيري، لا مش بالمعنى الدولة الخيري. كانت بتقولك ان هي مسؤولة عن المواطن، بتوفر له تعليم، بتوفر له طب علاج مجاني، بتوفر له سكن آدمي، بتوفر له وظيفة بعد ما يتخرج، حتى لو كان مرتب متدني بس كان بيحقق للبشر الحلم. يعني ابقى مثلا بتخرج من الجامعه عارفه ان انا هاخد 17 جنيه وانت هتاخد 17 جنيه وابن الباشا هياخد 17، كلنا زي بعض، بس بال 17 جنيه دول انت 17 والشخص زميلك اللي انت هترتبطي بيه هو كمان 17، ب 34 جنيه دي كان ممكن تفتحوا بيت، كان في شقه ب 10 جنيه، شقه ب 5 جنيه، ب 7 جنيه كده، وفي حياه راقيه ومحترمه طبعا. يعني كان ممكن يبقى في حلول. كمان كانت تطلعاتنا، كانوا بيزكوا لدينا في ظل النظام الاشتراكي دايما يزكوا لدى المواطن الرغبة في الحد من الاستهلاك، الانتاج وتقليل الاستهلاك. فكان كلنا كمان طموحاتنا وامالنا الى حد مش هنقول محدودة، رضا، شكل من اشكال الرضا. فكان ممكن جدا تقدري تاسسي بيت، تجيبي بوتاجاز من المصانع الحربيه، مش عارف تجيبي الطقم الصيني من الخزف الصيني، منتجات مصريه، كلنا كنا بنلبس المنتج المصري. اعلاء قيمه المنتج المصري دي بحيث ان كلنا نبقى لابسين زي بعض، وقماشات جميله. كان فتره الستينات كان فيها نهضه في مجال الغزل والنسيج عاليه جدا، وكنا بنصدر، اللينون مصر كان بيتصدر، وشركات كانت مشهوره كانت بتصدر. فكنا ده شكل من اشكال التكافل الاجتماعي، وما فيش طبقيه قوي، وفي شكل من تحقيق العداله الاجتماعيه. فكان ما بقاش شعارات، لا ده حقيقه، احنا عايشين قدر من العدل، الاحساس بالوطن. فكان احساسنا بالوطن عالي. لما يبقى حتى بيبدا من اول شعارك بقيمه الملكيه العامه، ان الاتوبيس ده بتاعك، والكرسي بتاع الاتوبيس ده ما تقطعيهوش عشان ده كرسيك، السينما ما تستهلكيش حاجة، الشارع ما تعمليش كذا، السلوكيات اليومية دي. فكان عندك بداية إحساس بالولاء للشارع اللي انت فيه، للمكان اللي انت فيه، المدرسة اللي انت فيها، مكان عملك، مكان بيتك. كانت الناس بتطلع تكنس قصاد بيوتها بالظبط، حتى في القرى وفي الأرياف وفي الأحياء الشعبية. وعلى فكرة الفقر مش السبب، لأن أنا زرت بلاد كتير جدا فقيرة لكنها نظيفة. يعني البيوت حارات، كنت يعني الحارة بوسع ايدين ذراعين كده، وببص من داخل البيوت الاقي البيوت زي الفل. يعني الفقر مش هو السبب، لا الفقر عمره ما يبقى سبب عدم النظافة. انما لما تكون الدولة عايزة هدفها واضح، وبتوجه الشعب لتوجهات واضحة في الإطار اللي هي عايزاه أو نحو التوجه اللي هي عايزاه، ممكن تحقق كتير. لما جت حقبة بعد كده، بعد الانفتاح الاقتصادي، غير كتير في الشخصية المصرية جدا. أولا النهم الاستهلاكي ده جالنا بعد ما سافرنا دول الخليج، وللأسف أنا سافرت برضو زيهم وأصبت بهذا الداء، بس فقت بعد فترة إيه ده حكاية ملهاش آخر. وبعد ما كنا بنرضى بحاجات بسيطة بقينا تطلعاتنا تعلى وغربتنا على الطول. وده كمان مرتبط بعادة تليدة في الشخصية المصرية، هي كراهة الغربة والارتباط بالأرض والشعور بالانتماء. ابتدينا نتخلى عن بقينا نرحب بالهجرة. زمان الهجرة احساسنا بالمكان وارتباطنا بيه، حتى احنا كان ارتباطنا بالأرض مرضي، ارتباطنا بالمكان مرضي. يعني لدرجة حتى لو في رزق في حتة تانية مش عايزة أعزل، مش عايزة أتنقل من بيت لبيت، من مدينة لمدينة. كان يعني يعتبر نفي، وبقى كل ده لا، انت عادي لو كنت تنقلي من اقليم لاقليم، قنا، اسوان، الاقصر، كانت تبقى نفي يعني. لكن احنا وصلنا لاننا بنهاجر لدول اخرى ليس لنا علاقه بيها، يعني غير القوميه والعروبه وبتاع، في سبيل الرزق. بس للاسف مع الثراء ابتدينا يعني نهم الاستهلاكي زاد قوي. ولما رجعنا بعادات وتقاليد، مش بس على المستوى الاقتصادي في الاستهلاك، حتى على المستوى الاجتماعي.
فنمط الحياة المصرية اختلف بعودة الهجرة المهاجرين إلى مصر. وده غير مش مجرد النمط الاستهلاكي، غير من الصفات الأصيلة في الشخصية المصرية. حتى وأخطر، يمكن مش حتى أخطر ما أصيبت فيه الشخصية المصرية بسبب الهجرة للخليج والسعودية هو نمط التدين الغريب على الشخصية المصرية، لأنه مرتبط بالجانب الظاهري فقط المظهر. لا، وغير كده احنا الإنسان المصري اللي طبيعته سمحة، جغرافيته بسيطة منبسطة، كان أميل دايما إلى أنه يأخذ بالأسهل والأيسر في التدين، وكان تدينه في عاداته وتدينه كان له طابع وكده. لا، أيوة. وكان تدينه له طابع حتى احتفالي، مش كئيب، مش متزمت. احنا رجعنا بتقاليد غريبة علينا ورغبة في التشدد فظيعة جدا. طب احنا طول عمرنا الشعب المصري، حتى عشان كده ما بنعرفش قوي المذاهب، حتى اللي يعرف ان ابوه او جده كان مذهب حنفي ولا شافعي ولا كده، احنا بنعرف الامر ده قصادك ايه، تاخد الايسر من اي مذهب. لكن دلوقتي بقينا خلاص عايزين ندخل في شيعة وسنة، رغم ان احنا ما عندناش هذا الكلام. كل ده برضو وافد، كل ده وافد علينا يعني. فطبعا لا، انا شايفه ان الانفتاح الاقتصادي والانفتاح على العالم، ما تنسيش كمان العولمه والانفتاح على على العالم حتى من خلال الفضائيات. يعني انا لاحظت حاجه ممكن الناس يشوفوها بسيطه، بس انا شايفاها شيء سيء. يعني من امتى الست المصريه مهما كانت سافره او محجبه او ايا كانت طبقتها الاجتماعيه بتقعد على القهوه تشرب شيشه؟ ما كانش فيه غير المعلمه بتاعة القهاوي والمعلمة بتاعة الجزارة والمذبح، وفي الأفلام. يعني حتى أنا ما شفتش عمري، ما كانش ده في الواقع بتاع حياتنا، لكن لما جت الفضائيات وبالذات الفضائيات اللبنانية، وشفت إن في هوانم قاعدين محطين في بقهم الشيشة، فشوية شوية تسللت. دلوقتي بجد ان ستات محجبات وبنات صغيرين قاعدين وحاطين الشيشة في بقهم كأنهم رجالة. طب ايه ده؟ ما هو ده برضو من آثار العولمة والانفتاح. وللأسف لان احنا مزاجنا حريف وأميل إلى التحامق منه. إحنا مش حمقى، لا، شعب ذكي جدا، بس أميل إلى التحامق والشقاوة إنه ياخد الأمور بظرف أو بتاع، فينقي في الشعوب اللي انفتح عليها أسوأ ما فيها ويبتدي يكرسه ويمارسه. طب ليه ما تتعلموش من الغرب انضباط المواعيد والنظام والدقة وفي أمور كتير جدا؟ لكن إحنا خدنا منهم الأسوأ. يا أمي، ده إحنا كنا حتى مزاجنا ده كان إحنا اللي بنصدر للعالم القوى الناعمة والغناء الجميل والثقافة والدراما كل حاجة. صوري أنا قريب شفت على الفيسبوك مجموعة يهود أكيد من أصول عربية عراقية أو أي حاجة مش عارفة إيه، بيحتفلوا بيوم السبت، عندهم العيد بتاعهم، قاعدين يسمعوا بمزاج وسلطنة أم كلثوم وبيغنوا معاها وحافظين كلمة كلمة. واحنا هنا شبابنا رجعوا بيسمعوا أغاني مهرجانات. يعني حتى المزاج المصري اللي طول عمره مغرم بالطرب العربي الأصيل وهو اللي كان بيصدر العالم العربي ده كله، وفجأة بأن دلوقتي الشباب بيسمع أغاني ركيكة وأغاني مهرجانات، بينما مثلا بعض اليهود العرب شباب شفتهم على الفيسبوك قاعدين يحتفلوا بالسبت على غناء أم كلثوم وحافظينها وبيقولوها باللحن بدقة ومنسجمين جدا معاها، بينما احنا بنغني أغاني مهرجانات وبنسمع أغاني مهرجانات وأغاني سخيفة ومعاني ركيكة وألحان رتيبة كده وما هياش فيها أي نغم. يعني ازاي تغيرنا كل التغير ده؟ كثير من الكتاب تناولوا قضية التغيرات في الشخصية المصرية وإنها في اتجاه السلب. وانتبهوا أيها السادة، يعني مش أنا لوحدي، في ناس كتير طبعا كتاب وأكبر مني وسبقوني وبعدي قالوا انتبهوا أيها السادة، هناك تحول في الشخصية المصرية، ماذا جرى للمصريين؟ ومع ذلك لم ينتبه أحد ومحدش متخيل أن المسألة هتسوء إلى هذه الدرجة. أنا بأنادي بالكلام ده من نهايات القرن الماضي، وإحنا دلوقتي هو قطعنا 16 سنة من القرن الحالي. عمري ما سمعت أن في أكيد في كتاب حضرتك التحولات الجذرية في الشخصية المصرية أكيد نبهتي لغياب بعض السمات الأساسية في الشخصية المصرية. طبعا
حضرتك شايفة رصدتي التغيير بتاع أساسيات الشخصية المصرية إزاي من ساعة حضرتك كتبتي الكتاب لغاية دلوقتي؟ شايفة انا بداية اختلافها طبعا كتابي الاولاني اللي هو الشخصية المصرية في الامثال الشعبية ده كان هنتكلم عليه دلوقتي حضرتك. ده كان بيتكلم عن سمات الشخصية المصرية الأصيلة أصيلة. المعتمدة على التراث الفكري الشفهي القديم اللي متمسكة كتل السبيل، وانا بشتغل فيه لانه استغرق مني 4 سنين. بدأت فكرة كتابة تحولات في الشخصية خدتي عليه المصرية. جايزة إيه حضرتك؟ انا خدت عليه جايزة احسن كتاب في الدراسات الفلكلورية من معرض الكتاب سنة 98 وتكريم من رئيس الجمهورية. وبعدها بدأت أشتغل، أو في أثناء كنت بجمع مادة كتاب التحولات في الشخصية المصرية معتمدة أيضا على لغة الشارع، لأن أنا مؤمنة جدا بأنه ما تكرره يعني تنتجه القريحة المصرية، ثم ما يحتفظ به على اللسان المصري ويعاد ويكرر ويظل الاحتياج دائم إليه، هو ده اللي بيعبر عن فلسفة الحقبة دي. فإذا كانت العصور القديمة كلها أنتجت لنا تراث مثلي شعبي جميل في أمثال محكمة بتعلي من قيم محترمة، للأسف لما في كتاب التحولات لاحظت أنه هعتمد على لغة الشارع. لغة الشارع في الحقبة اللي أنا كنت بألف فيها الكتاب ده، اللي هي من في نهايات القرن يعني لحد سنة 2000. الكتاب التحولات صدر سنة 2000 عن دار الهلال. كانت في الحقبة دي منتشر أقوال لما حللتها في مبحث كامل عن الأقوال المستحدثة اللي هي لغة الشارع، اللي هي بتعبر عن قيم المرحلة. فلقيتها بتتناول النهب ونهب المال العام تحديدا. يعني الشباب ده مش عبيط، الشباب مش بيقول أي كلام، واعي تماما للمحسوبية، غياب العدالة، البطش والنفوذ واستغلال النفوذ والسلطة. يعني حطيت عناوين كده، وتحت هذه العناوين والرشوة واستفحال بقى كل ده. بس للأسف لقيت بعضها مش بيعيب هذه السلبيات، كأنه بيتفكه عليها. أبجني تجدني، يعني ظرفني تعرفني. الكلام ده فيما معناه انه بيحبذ الرشوة، مش معناه انه بيستنكرها. الامثال الحكيمة زمان او الحكم كانت بتستنكر العمل السلبي او السلوك السلبي. الكلام الجديد ده لقيته اغلبه، رغم ان يعني انا من الناحية الادبية شيء في مبحث في الكتاب عن جماليات العامية المصرية، وانها عامية سرية ولا تقل اطلاقا عن اللغة العربية في التصريف والتشبيه والكنايات والاستعارات. عامية لها بلاغة، وان القريحة المصرية ما زالت جوادة، تقدر تجود بأفكار يعني بقول محكم. ممكن أن يصير مثلا بتقادم الزمن، يعني بعد مثلا 50 سنة لو ظل القول السيار ده في احتياج إليه وفي موقف متكرر بيجي، فبتضطري تقولي يعني زي ما احنا بنقول على رأي المثل وبنستدعي التراث بعد جيل وجيلين. لو فضل هناك احتياج لمثلا مقولة الشباب بيقولوها: ذاكر تنجح، غش تجيب مجموع، وفضل نظام التعليم بهذه الركاكة والاعتماد على الغش. أنا شوفي نبهت للكلام ده بقاله قد إيه، وبقول لو استمر الحال من سنة 2000 لحد دلوقتي، بقول لو استمر الحال التعليمي على هذا المنوال وظل هناك احتياج لتكرار هذا المثل، سيصير مثلا يبقى احنا شعب بقى مش زي ما كنا زمان: انتوا ذاكر تنجح، أكيد من جد وجد. يعني خلاص هي دي البديهية. الأمثال البديهية تحولت على ايديهم. انا بقول الحق، يعني في السلب بيقولوا وفي الايجاب كمان بيقولوا. يعني احيانا بيستنكروا. يعني في فترة الرئيس مبارك كان في فترة كده هو بيقول عن قضية فلسطين: انا لا مع دول ولا مع دول. تصوري، لا تصوري بقى الشباب قالوا ايه: دولة دلدولة، لا مع دولة ولا مع دول. إذا الشاب ما هوش تافه قوي، ده فاهم سياسة وفاهم يعني إنه يصيغ تعبير بهذا الجمال. هو في جمال رضينا أو رغم استنكارك رغم استنكارك للمعنى أو كده، إنما هو في استهجان. لأن مصر العظيمة اللي كانت رائدة العالم العربي، اللي كانت الأم للعرب كلهم، اللي كانت داعمة القومية العربية، قلب العروبة النابض، اللي هي مسؤولة عن قضية فلسطين،
بتقول انا لا مع دول ولا مع دول. هو ايه ده؟ ايه دولة سلبية؟ دولة ملهاش كيان، ملهاش قيمة. ففضلنا نقزم من قيمة مصر، والشباب أدرك هذه الحقيقة وعبر عنها. هي ده الكلام ده من قبل سنة 2000 وهو قال الكلام ده. علاقة الشخصية المصرية بالحاكم. الناس على دين ملوكهم دي مش دي حقيقة، دي حقيقة. الناس على دين ملوكهم. لما عبد الناصر كان بيزكي فينا كده، عارفة، بيجي فترة كده عبد الناصر كان مثلا يقول ايها الاخوة المواطنون ان كرامة الشعب المصري من مش عارفه ايه، فيزكي الصعيدي اللي قاعد في اخر نجع في اخر حتة بيشرب شاي حبر، تكبر في دماغه ان هو زعيم، وده زعيمه، وان هو قيمة، وان الشخصية المصرية والقيمة المصرية والكرامة المصرية يديله احساس بالذات. لكن لما يكون مثلا رئيس حسني مبارك مثلا بيقول لنا اجيب لكم منين، انا مش يعني فيما معناه انا مش لاقي اكلكم، او ما معناه انتوا بتخلفوا كتير، ومحسسنا ان احنا عبء عليه، متفضل، احنا عبء على بلدنا، يعني على الارض نفسها احنا عبء اما عليها. يجي الرئيس السادات يقول مثلا ما معناه اللي مش هيسري او يغتني في هذه الحقبة لن يغتني، ومقولات كتير على تنويعات على هذا المعنى اللي بيها بيشجع الفهلوة والصلبطة يعني كل دي. فبنتأثر. تعالي بصي الفترة الأخيرة دي. أيوة. لما مثلا الرئيس السيسي، أنا على فكرة بصدد عمل كتاب عن ظاهرة السيسي. ظاهرة السيسي. لأن السيسي ظاهرة مش شخص. لا مش شخص طبعا. تتناولي ايه في الكتاب؟ مع كده هنخرج عن الموضوع. لا ما نخرجش برضه. وده خبر لوحده، ده موضوع لوحده. أنا بس لسه ما انتهتش منه، أنا بجمع مادته. إنما أنا أصلا ليا كتب عن عن صورة الرئيس دي وعن الرئيس الذي نريد والرئيس الذي يستحق. وكان للأسف الكتاب ده اتعمل في حقبة الرئيس مرسي وبداية ظهور نجم الرئيس السيسي. وأنا كنت متوقعة أنه بعد ثورتين المزاج الانتخابي في الشعب المصري اختلف. ثورتين مات فيهم ناس واستشهد وناس أعيقوا وحاجات كده، فتخيل وابتدى وعي كبير ان احنا مش عايزين لا دولة عسكرية ولا دولة دينية، وان احنا مش عايزين دولة مدنية وكده. ومع ذلك مع بزوغ نجم السيسي الناس كلها، حتى اللي كانوا النخبة اللي كانت ملتفة حوالين حمدين صباحي، انفضت من حوله وبدأوا يعلنوها عادي جدا في التلفزيون انه لا، الرئيس السيسي الرئيس القادم لابد ان يكون عسكري، وان الحقبة تحتاج هذا الشخص. وبعدين الرئيس السيسي برضو دخل لهم في البداية من قبل ما يبقى رئيس بصوت او خطاب عاطفي مس قلوبهم. واحنا شعب عاطفي. واحنا شعب عاطفي اكيد. وبعدين غير كده احنا مشينا في الانتخابات دي ورا عواطفنا فعلا، رغم ان الرئيس السيسي قبل الانتخابات ما كانش في مجال يقدم لنا برنامج، يقدم لنا توجهه الحقيقي ايه، مع مين، برنامجه ايه، ايديولوجيته الشخصية ايه. ومع ذلك احنا مشينا ورا عواطفنا. انا كنت افتكرت ان خلاص احنا مش عايزين الرئيس القائد ولا الزعيم ولا الملهم ولا الاب ولا الحامي ولا يعني دي خلاص صورة كلاسيكية ده على فكرة مش مزاج مصري، ده مزاج عربي. ده مزاج عربي عام. لقيتهم لا مشيوا ورا عواطفهم، وانه عايزين الشخص الحامي اللي انقذهم، البطل بالزبط. المغوار، الزعيم المنقذ. هي دي السمات اللي اشتغلوا عليها او اللي جذبتهم، واللي لسه مسيطرة برضو على وما زالت مسيطرة على الذهنية. لكن طبعا الناس فعلا الناس على دين ملوكهم. لما بيكون كمان الرئيس ما فيش شوائب حواليه، يعني هو مبارك في بداية عصره كان معقول، وبعدين لما بدأت تبقى في شوائب حواليه، مراته وابنه ومش عارف ايه والحاجات دي، والقيادات رجال الأعمال اللي كتروا وتوليهم ومزج السلطة بالسياسة بالدين يعني ابتدت الصورة تشوش، فالناس اتفضت من حوله. كان في ناس بتحبه وناس أنا الحقيقة ما حبيتوش عمري، بس يعني أنا بقيم الأمور بشكل موضوعي. لكن الرئيس السيسي حتى الآن هو مر نصف فترة الرئاسة 2 سنين لم يظهر ما يشين.
وإلى هنا أعزائي المستمعين نأتي إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم على اسم مصر. حتى يجمعنا وإياكم لقاء جديد، تقبلوا تحيات سهى عزمي الإعداد. هذه تحيات مهندس الصوت محمود الشناوي، ولكم تحياتي مروة.